الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك وأن تجعل اللهم إنا نسألك رضاك والقول والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا مولاي. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا فيما مضى في الحلقة الماضية تكلمنا فيما يخص الدعاء وأقوى أسباب الإجابة. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يسترسل ويتكلم عن حال الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم هم خير هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا هم أعلم الأمة. لماذا؟ بالله وبرسوله، لأنهم كانوا وقت تنزل الوحي، وقت وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتنزل عليه الوحي ويفسر لهم معاني التوحيد ومعاني الإيمان ومعاني التقوى، ويعلمهم ويوجههم ويرشدهم. فإن استشكل عليهم سألوه فأجابهم صلى الله عليه وسلم إن كان له علم في ذلك، أو انتظر حتى ينزل عليه الوحي بعلم ذلك. فكانوا رضي الله عنهم أفضل الناس أو من أفضل الناس، وكانوا هم أعلم الناس بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفقههم في دينه. كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم، وهو الدعاء. يعني به رحمه الله تعالى بهذا السبب وشروطه وآدابه، يعني به الدعاء الذي تكلمنا عنه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه. يستنصر بماذا؟ يستنصر بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة اللجاءة إليه. وكان أعظم جنديه، يعني أعظم جندي من جنود عمر، هو الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وهنا يعني رضي الله عنه، يعني هم الدعاء هو هم طرق الدعاء وكيفية وأسباب الإجابة، وتجنب ما يذهب أو ما يرد الدعاء، ما يرد الإجابة من أكل الحرام وفعل الحرام والدعاء بقطيعة أو إثم أو منكر أو غير ذلك من الأسباب التي تكلمنا عليها فيما مضى من الحلقات. فإذا أنت أحسنت الدعاء وأحسنت الأسباب فإن الإجابة مع ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وفضله. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما دعوتني الطلب. يعني ما سألتني أن أدعوك. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، لو لم ترد إجابة دعائي من كرمك سيدي لما أمرتني أن أطلبه منك. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومصداق ذلك في قوله:
كما قال: فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا ألهمك أن تدعو إنما يريد أن يجيبك ويعطيك ما تحب. فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ولأن الدعاء هذا لا يحسنه كثير. كيف لا يحسن؟ يعني أنه ليس كل إنسان يدعو، فكم من إنسان يبتلى ويصاب بالمصائب فيجلس يندب حظه ويتكلم ويولول، أو يذهب إلى فلان يرجو النصرة أو يرجو الإعانة وغيره، ولا يهدى إلى الدعاء، ولا يهدى إلى الدعاء. فإذا هدي إلى الدعاء وأسباب إجابته فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أراد له الخير وأراد أن يعطيه ما أجابه. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني، وهذا أمر يجب أن تفعله. ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة لله تبارك وتعالى. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية سبب نزولها يقولون أن صحابيا أو رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ما الفرق بين نناجيه ونناديه؟ قريب فنناجيه أي نخفض صوتنا ما يسمعه أحد إلا نحن، لا يسمع صوتنا إلا الذي يدعو، فنناجيه. أم بعيد فنناديه أي نرفع أصواتنا فننادي ربنا ليسمعنا. فأجابه الله جل وعلا بهذه، فنزلت هذه الآية. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي ناجي ربك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه قريب منهم، يجيب المضطر، يجيب الداعي، يجيب السائل. كما في الحديث أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. يسأل الله جل وعلا الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يسأل عباده أو يقول: هل من داع، هل من مستجيب فأناجيه. يقول: والقلب يذوق بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والجمد يعاود لهواه. الله
ويقول الله جل وعلا، أو يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حينما يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ندعوه ونرجوه، وهو سبحانه وتعالى كريم لا يرد عبده إذا رفع يديه إليه صفرا، إنما يعطيه أو يؤجل له من الخير ما هو خير له وأفضل له من إجابة ذلك الدعاء الذي يدعو به. وفي سنن ابن ماجة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب علينا إن لم نسأله. وإذا سألنا ابن آدم أو أقرب الناس إليه مرة أو مرتين فأكثرنا عليه غضب منا لسؤالنا. والله جل وعلا يغضب منا إن لم نسأل. فلو سألت الله وأكثرت عليه تكرارا ومن أعدادا لا تحصى، الله جل وعلا يحب ذلك منك. وهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. نعوذ بالله من غضبه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ 7 من الولد. وهذا حديث صحيح. يقول جل وعلا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ 7 من الولد. انظر أيها العبد بركة الله سبحانه وتعالى. وكما قال في الحديث الآخر: ورحمتي، أو قال الله جل وعلا في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا يعاجلهم بالعقوبة، يمهلهم. أما ترى أحدنا يبلغ 60 و70 و80 و90 وهو لا يزال يعصي الله سبحانه وتعالى ويحارب الله بالمعصية منذ أن نشأ، منذ أن بلغ، ثم إذا به قبل أن يموت بأيام أو بسنوات قليلة يتوب الله عليه ويستقيم ويتوجه إلى الله، فيبدل الله سيئاته حسنات، وتلك من رحمات الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن لا يسخط علينا. وقال: ولعنتي تبلغ 7 من الولد، والعياذ بالله. وقال جل وعلا في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وانظر إلى تلك الأمم التي عصت الله جل وعلا فأهلكها بعامة، قوم عاد وثمود وقوم هود وقوم لوط، كيف أهلكهم الله جل وعلا وأنزل عليهم العذاب وأخذهم عن بكرة أبيهم إلا القليل ممن نجا منهم من كان من المؤمنين، فنعوذ بالله من سخطه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. انظر في هذه الكلمات أشياء عظيمة وأشياء كثيرة. يقول: التقرب إلى رب العالمين، هذا باب عظيم، أن تتقرب إلى الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، ويده التي سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخره. فالتقرب إلى رب العالمين يبلغك هذه المنزلة، تتقرب حتى تبلغ منزلة محبة الله لك. ويا لله أيها العبد أن تبلغ محبة الله، أن تبلغ منزلة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ليس العجب في أن تحب الله، فتلك فطرة لما ينعم عليك ويعطيك من الخير الذي لا تستطيع أن تحصيه، ولكن ويا لله العجب أن يحبك الله جل وعلا. وتلك منزلة لعمري، منزلة بليغة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها. فيقول: التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته. لماذا تتقرب إلى رب العالمين؟ تصلي السنن والنوافل وتصوم وتتصدق إلى آخره، تطلب رضا الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة دقيقة، قد يفعل الناس الخير العميم ولكنه لا يحتسب على الله. إذا خرجت من بيتك تريد المسجد، أو تريد أن تتصدق، أو تريد أن تفعل خيرا، فاحتسب كل خطوة تخطوها، تذكر ذلك واجعله في قلبك واحتسبه على الله جل وعلا حتى تبلغ مرضاته. والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. البر جميع أنواع الخير، من الصدقة والصلة والصلاة والصوم والكلمة الطيبة وغير ذلك، والإحسان إلى خلقه. أما جانب الإحسان إلى الخلق فذلك جانب عظيم يكافئ الله عليه مكافأة عظيمة. يحب الله سبحانه وتعالى الذي يحسن إلى عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: الخلق عيال الله، أي الذين يعولهم ويقوم على شأنهم من رزقهم وحفظهم وغير ذلك من أمورهم. الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أرحمهم بعياله. فالذي يرحم عيال الله أي الذين هم تحت رعايته فيرحمه الله سبحانه وتعالى، وهو يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. فالإحسان إلى الخلق من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب. أضدادها يعني ضد هذه الأفعال. قلنا الصلاة، الصوم، مقابله ماذا؟ ترك الصلاة، ترك الصيام الواجب، ترك الصلاة الواجبة،
إيذاء الناس بدل الإحسان إليهم، قول المنكر، فعل المنكر والعياذ بالله. كل هذه الأفعال من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه. ما هو أفضل شيء يجلب إليك نعم الله سبحانه وتعالى ويبعد عنك نقمه؟ هو طاعته والبعد عن معصيته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه جل وعلا. وعكس ذلك ما يجلب لك من الشر والبلاء. ويقول رحمه الله تعالى: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. قال: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. أي عمل إن كان خيرا وجد خيرا، وإن كان شرا وجد شرا. في الدنيا والآخرة ترتب الجزاء على الشر، والمعلول على العلة. ترتب الجزاء على الشر، الجزاء الذي تجازى به إن كان خيرا أو كان شرا على الشرط، شرط الإحسان أو الإساءة. والمعلول على العلة، يعني السبب على العلة التي فعلتها، السبب على المسبب الذي فعلته، والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. يقول رحمه الله تعالى: فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا. انظر هنا الخبر هنا ماذا؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا الجزاء من جنس عملهم، لأنهم عتوا، بغوا وطغوا وتركوا أمر الله وخالفوه، فالله جل وعلا عاقبهم بماذا؟ بأن قال لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة خاسئين. وقال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا، أغضبوا الله تبارك وتعالى، انتقم منهم جل وعلا. والله جل وعلا حليم لا يغضب إلا أن تحاربه بمعصية من أعظم المحاربات، إلا أن تكون معصية عظيمة تحارب الله جل وعلا، فالله جل وعلا ينتقم منهم. وقال جل وعلا: وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بماذا؟ جزاء بما كسبا، لأنهم أتوا ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو السرقة التي حرمها، فكان عقابهم أن أمر بقطع أيديهم جزاء لهم بما فعلوا، بما كسبوا. وقوله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كل هؤلاء ماذا؟ انظر إلى الآن، تلك كانت عقوبات، وهذه أعمال صالحة. ماذا أعد الله لهم؟ ماذا جزاؤهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هؤلاء الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أهل الصلاح وأهل الخير، جزاؤهم ماذا؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا. ثم يقول: وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. أي إن كنتم من أهل التقوى من أهل مخافة الله سبحانه وتعالى يجعل لكم فرقانا، أي يفرق بينكم وبين الحق والباطل، يفرق بينكم وبين الوقوع في البلاء، ويكفر عنكم سيئاتكم من الذنوب التي ترتكب، التي يعصي الله سبحانه وتعالى بها المرء لطبيعته التي خلق عليها. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو التوابين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويغفر لكم، يكفر عنكم سيئاتكم، يمحو السيئات ويغفرها سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن فعلوا هذا كان جزاؤهم هذا. وقوله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهؤلاء العصاة الكافرين قال الله جل وعلا عنهم: وأن لو استقاموا، أي ولو استقاموا على الطريقة، أي على الأمر الذي أمرناهم إياه والتوجيه الذي وجهناهم إياه، لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأنزلنا عليهم المياه وأسقيناهم ولم نحرمهم من تلك المياه. والمياه من أسباب حياة الإنسان أو من أكبر أسبابه. ثم قال: ونظائره ومثلها كثير. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أنزلنا القرآن ليتدبروا هذه الآيات التي نزلت في كتابه، وليتذكر أي ليعقل أولو العقول، أي ليتذكروا ويخافوا الله جل وعلا ويأتمروا بأمره. وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني أرسلنا فيكم رسولنا لتكونوا شهداء يوم القيامة. أرسلنا فيكم الرسول وأنزلنا فيكم الكتاب لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيوم القيامة الرسول يكون شهيدا على هذه الأمة. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول الله تبارك وتعالى، أي على أمته. وهذه الأمة تشهد على بقية الأمم كما ورد في الحديث. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حينما ذكر المغانم أو الغنائم التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد والغزو، وأبان كيف تقسم، قال سبحانه وتعالى: لماذا قسمناها؟ لماذا جعلناها في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا تكون متداولة بين الأغنياء فقط، حتى لا ينسى الفقراء ويكون لهم نصيب. فالله سبحانه وتعالى تولى توزيعها بما يراه جل وعلا وبالأسلوب الذي يراه نافعا. وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الذي نزل بكم بسبب ما قدمت أيديكم، أي بسبب ما فعلتم. وقوله بما كنتم تعملون، كذلك هذا الذي نزل بكم بما كنتم تعملون، أو الذي وجدتم من خير بما كنتم تعملون. وقوله بما كنتم تكسبون. وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا البلاء الذي والعقوبة التي نزلت بهم بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم بآيات الله جل وعلا. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى للشهادة رجل وامرأتين؟ لماذا جعل امرأتين؟ لأن
المرأة ربما تنسى أو نسيانها أكثر من الرجل، فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر هذه أختها، فلذلك جعل هذا السبب. وقوله سبحانه وتعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أننا بعثنا الرسل وأرسلنا إليكم وذكرناكم بهذا حتى لا تجحدوا يوم القيامة فتقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو لم نعلم به أو بعيدين عنه. وقوله سبحانه وتعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني أن تقولوا هذه الكتب أنزلت على الذين من قبلنا ولم ينزل علينا كتاب، فأنزل الله تبارك وتعالى عليكم كتابا. ويقول وتارة يأتي بفاء السببية كقوله: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه، فبسبب كذبهم أو تكذيبهم لنبيهم، وهؤلاء قوم صالح، وعقرهم الناقة التي نهوا عن أن يمسوها، نزل بهم العقاب، وهو دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقوله: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي فبسبب عصيانهم أخذهم أخذة شديدة وأهلكهم هلاكا شديدا. وقوله تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بآدات لما الدالة على الجزاء كقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ونظائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقوله في ضد هؤلاء: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فبسبب أنه كان من المسبحين، أي ممن كان يعرفون الله سبحانه وتعالى في رخائهم ويدعونه ويعبدونه، فلما نزل به البلاء استجاب الله له، لأنه قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لم يستجب له لو لم يكن من المسبحين. السبب أنه كان من العباد المسبحين الذين يعرفون الله في رخائهم. وتارة يأتي بلو الدالة على الشر كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا مجابي الدعاء، وأن يغفر ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. والقلب